منصة الماهر، يحق لك أن ترتقي. جيل 2006 قبل ما أبلش رجاء تكمل الفيديو للأخير عشان محضر لكم كلياتكم مفاجأة مرتبة بإذن واحد أحد. هيك بحكي بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله ومرسليه محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أول شي بعرفكم على نفسي الأستاذ جميل أبو طريف، أو بتحبوا تنادوني بدون أستاذ، أنا معك صاحبك وأخوك بإذن واحد أحد. أستاذ اليوم إن شاء الله بدنا ننطلق برحلتنا طيلة السنة بمادة الرياضيات العلمي والصناعي من قلب منصة الماهر التعليمية. معاي أخوكم وصاحبكم بإذن واحد أحد جميل أبو طريف. طيب أستاذ شو خطتنا على السريع؟ أولا بدي إياك تؤمن بشغلة واحدة، صدق أنا إنسان لا بدي أجمل لك الأمور ولا بدي أصعب عليك الأمور. أنا جاي أقول لك الصراحة، أنا بيني وبينك رح تكون الصراحة أولى إشي وأهم إشي. مستواك ضعيف حقول لك مستواك ضعيف، مستواك قوي حقول لك أنت سفاح. ما رح أضخم حدا ولا أقلص حدا، بيني وبينك الصراحة وبس. شغلتي هون أدرسك، أقيمك وأطلعك على الوزارة توب التوب بإذن واحد أحد. عشان أطلعك على الوزارة توب التوب بإذن واحد أحد لازم يكون عندنا خطة محكمة، وعشان نحقق عملية تعليمية متكاملة 100%، شغلتين مهمات لازم تفهمها أنت كطالب وأنا كمعلم. أولا لازم يكون لك حقوق كطالب. الحقوق من وين بتاخذها؟ من محسوبك العبد لله، هذا أولا. ثانيا يا وحش الوحوش لازم يكون عليك واجبات. طب أستاذ الحقوق والواجبات بتصب بمصلحة مين؟ دايما بقول بتصب بمصلحة طالب التوجيهي. يعني أنا اللي بقدم لك إياه واللي بتقدمه لنفسك بصب بمصلحة علامتك، بصب بمصلحة تخصصك الجامعي اللي ناوي تدخله. تمام. طيب أولا بدك تتعرف على حقك. تمام. أولا يا أستاذ لازم تأخذ مني شرح كافي وافي، فهم رياضيات مش حفظ، فهم رياضيات مش حفظ. هذا أولا. حصص خفيفة لطيفة حلوة مرتبة، بحاول عقد ما أقدر إني أمسك المعلومة أفتح راسك وأدخل فيه المعلومة، وهذا شغلي والحمد لله. شوفوا حصص التأسيس الأسطورية اللي كانت من الصفر عشان تحكم، ولسه بقول لك خليك معي عشان في مفاجأة إلك. طيب ثانيا خلصت الشرح أستاذ، خلصت موضوع في لكل موضوع تمارين، وتمارين ما فيهاش مزح، تمارين محترمة، تمارين مرتبة بإذن واحد أحد. وهاي التمارين أي تمرين بشوف إنه مستاهل أطلع أحلل لك إياه حطلع أحلل لك إياه وأقول لك تفضل حل التمرين عشان تفهمه 100%. يعني ما بقصر معك بإشي بإذن واحد أحد. بعد ذلك خلصت شرح تمارين، أجي وقت أنظم مخي. شوف دايما رياضيات ترتيب، لازم تكون مرتب. عشان شو يا وحش الوحوش؟ برواق تشتغل بالامتحان، ادخل على الامتحان رايق. كيف؟ لازم اكون مرتب عن طريق اشي اسمه الخرائط الذهنية. تمام. بعمل لك انا الخريطة الذهنية هاي، خليها علي. تمام. كل موضوع بخلصه بعمل لك له خريطة ذهنية، والمادة كلها إلها خريطة ذهنية، وكل وحدة إلها خريطة ذهنية. يعني أستاذ الخرائط الذهنية راح تشمل لك كل المادة بإذن واحد أحد، وهاي خليها على محسوبك كمان مرة. بعد هيك بعمل لك مراجعات. أستاذ متى المراجعات؟ كل وحدة بخلصها براجعها. كيف براجعها أستاذ؟ باجي بمسك الخرائط الذهنية، بنظم أفكار كل موضوع عن طريق الخريطة الذهنية. بعد ذلك بنشوف أهم الأمور اللي بالإيش؟ بالوحدة، وبراجع لك إياها بالتفصيل الممل. تمام. نعمل حصص مراجعة خفيفة لطيفة. تمام. بعد ذلك أستاذ امتحانات، لازم يكون عندنا أداة قياس. الأداة هاي هي الامتحانات في التدريس. أداة القياس مهمة عشان تقيسك. طب أستاذ حتعملنا امتحان على كل وحدة؟ حقول لك على كل وحدة،
وعلى كل موضوع بشوف اني بدي اعمل له امتحان، لازم يكون له امتحان. بمسك موضوع موضوعين بقول لك تعال في امتحان الكتروني تفضل امتحنه، في امتحان ورقي. استاذ ورقي؟ معقول يعني استاذ يعطيني امتحان ورقي؟ والله لازم اعطيك امتحان ورقي عشان اطمن على طرق حلك، اطمن على مستواك، اطمن انه امورك لوز. طب استاذ وين بدك تسلم مني اياه؟ يعني انا وين بدي استلم امتحان منك؟ ان شاء الله بتجيب لي اياه على الدار. بس احنا بالعاده، بمزح طبعا، بالعاده على الواتساب، وهسه بعطيك باخر الفيديو كمان رقمي على الواتساب بكل هذه البساطه. واهم حق إلك أتابعك طول السنة، لازم طول السنة أتابعك، لازم أطمن عليك، لازم أشوف كيف دراستك، لازم أشوف كيف أمورك، لازم أعرف أنت بتدرس منيح زي ما أنا بدي عشان توصل لعلامة ممتازة ولا حكي فاضي. ببساطة أستاذ أنا هنا شغلتي أشتغل معك 100%، أسخر نفسي بإذن واحد أحد لخدمتك، فببساطة وجب علي متابعتك. عشان هيك أستاذ بدك تتابع معي المادة، رجاء برضو على رقم الواتساب اللي راح أحكيه، يا سلام عليك بتبعث لي اسمك الرباعي، تمام، وتحكي لي أستاذ بس اكتب اسمك الرباعي تابعني، رجاء امشي معي طول السنة، بدي أوصل لعلامة ممتازة، بس بكل هذه البساطة أستاذ. تمام. اللي بعده واجبات الطالب. شو لازم أنت كطالب تعمل؟ أنا كطالب شو لازم أعمل عشان أوصل لعلامة ممتازة وعشان أحقق عملية تعليمية متكاملة؟ أولا والأهم أتابع الحصص أول بأول. اسمع، بديش أكذب عليك وأقعد أتهبل عليك وحكي فاضي عبلاطة، مش قد تتابع حصص على البطاقة لا تشتريها، والله بتظلم نفسك، وأنا بحكي معك بأمانة. أنا مش همي أجي أحكي لك يلا اشتري البطاقة ويلا شباب اشتروا بطاقات وانتهى، لا 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 لا، حرام عليك. إذا أنت مش قد تتبع بالحصص أول بأول، والله ثم والله ما راح تستفيد من البطاقة. فرجاء لا تشتريها، لأني أنا كجميل أبو طريف اللي بتحمل ذنبك، اللي بتحمل إني أنا ما حذرتك من هذا الأمر. فبخاف، أنا عن نفسي بخاف، لأنه مش مستاهلة تشتري البطاقة بمبلغ، تمام، وبالأخير جميل أبو طريف اللي يروح يتحاسب عنك. طبعا أنت حتتحاسب بإهمالك أكيد، ولكن أنا كمان حتحاسب إني ما حذرتك، فهيني بحذرك وانتبه. طيب عشان تحكي، أنا بحكي معك بصراحة أنا. طيب بعد ذلك خلصت تابعت أول بأول، بدي أراجع كل حصة. أستاذ المراجعة مهمة. شوف كمان مرة البطاقة، شوف البطاقة فيها ميزة اللي هي بتقدر تكرر الحصة، ولكن هاي الميزة بس للشاطر اللي بيعرف يتعامل معها، مش لكل الناس. يعني أستاذ هاي سلاح ذو حدين، جد والله أستاذ، نعم سلاح ذو حدين. يعني أنا إذا أمنت إني بقدر بقدر أكرر الحصة، ممكن أأمن وأقول ما بدي أراجعها، ما أنا بقدر أرجع لها بأي وقت. غلط. أنا بقول لك تكرار الحصص مفيد بحالة واحدة، إنك درست أول بأول، راجعت. كيف أراجع أستاذ؟ بعد كل حصة أنا معود الطلاب، ارجع برضو دورة التأسيس، ريح نص ساعة، أمورك اللوز روقان، اشرح الحصة لنفسك. اللي بيعرف يشرح مادة فاهمها، اشرح الحصة لنفسك بأي طريقة، ورقة، لوح، آيباد، أي إشي بدك إياه، أنت بتقدر تشرح الحصة لنفسك، وهاي أفضل طريقة مراجعة. عشان هيك بقول لك التكرار. متى ممكن أكرر حصة؟ أو مش بس أكرر حصة، أرجع لفكرة بحالة إني عملت هاي الخطوتين المهمات جدا ولكن نسيت موضوع، أو إنه حسيت حالي في عندي ثغرة في هذا الأمر، وإن شاء الله ما بصير هذا الحكي لأني أنا بكون حريص إني أبلش من الصفر دائما. طيب أستاذ التمارين اللي ببعث لك إياهن حلهن ولا تستحي، تعال قل لي أستاذ صلح لي إياهن، مع إني بكون نزلك مع كل تمارين حلهم، بس أنا مهتم أستاذ، أنا ما بدي أشوف الحلول، بدي إياك تشوف وين أنا غلطت وتعدل لي إياه بطريقتك. شوف كيف؟ أنا مهتم، عادي ما تشوف الحلول، أنت حر. تعال ابعث لي تمارينك وقل لي أستاذ رجاء شوف لي وين أغلاطي وعلمني كيف أصححهم بالتكة. شوف أسرع لك، والله حتكون أسرع لك. طيب بعد ذلك
عمل يوم مراجعة أسبوعي، وهذا ضروري جدا، براجع فيه كل إشي. بس دير بالك، يوم المراجعة يمنع منعا باتا 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 إنك يا صديقي العزيز تدرس إشي من أول وجديد. يعني عبلاطة يوم المراجعة مش عشان ترجع، اسمع، مش عشان ترجع الأشياء اللي مش عارفها من الحصص أو الأشياء اللي ما راجعتها بعد الحصة. تمام. وهي أهم نقطة. سؤال الأستاذ حتى عن أتفه الأمور، والله أنا هون جاي عشانك، وشغلتي إني أجاوب على أتفه سؤال بتسأله، وهاي غايتي إني أمسكك من أتفه الأمور إلى أعظمها. شوف أستاذ، الشاطر مش اللي بيظل بمكانه، اللي ببلش من تحت وبطلع للقمة. أما إني أكون وأظل بمكاني، هذا أكبر خطأ ممكن تظلم نفسك فيه. يعني أستاذي ببساطة حرام عليك إنك تظلك طول السنة بنفس المستوى. لا، عادي، اغلط أغلاط تافهة، استشير الأستاذ، بعد شوي بتصير تغلط أغلاط أقل تفاهة، تستشير الأستاذ عبين ما توصل إنك لو غلطت تغلط بأغلاط فعلا مستاهل تغلط فيها، فعلا إنه أنت بدك حدا يساعدك فيها. وإن شاء الله بعد هاي الأغلاط بتوصل لمرحلة إنك ما تغلط. عشان هيك أستاذ، مش غلط إني أبلش من الصفر، بس الغلط إني أظل بالصفر، أظل بمكاني، لأنه إذا ظليت بمكانك ما رح تتقدم، رح تتراجع، تروح على السالب. فأنا ما بدي هذا الحكي. أنت كطالبي أنا، وحتى مش طالبي هذا، أي أنت لو تشوف الفيديو أستاذ تعال اسألني لو عندك أي سؤال، طالبي ولا مش طالبي. هاي رسالة تعليمية أنا جاي أأديها هون، جاي أعطيك إياها بكل أمانة وصدق. لو مش طالبي مش مهم، تعال احكي له أستاذ ممكن تتابعني طول السنة. تمام. مع إني أنا عفوا بهالكلمة غلط من أي أستاذ أنت ماخذ عنده ما يتابعك، ولكن أنا عن نفسي حتابعك لو أنك مش طالبي. ليش؟ لأنه هذا واجبي وهاي رسالتي التعليمية، وتحية لكل أساتذة المملكة. طيب، اللي بعده أستاذ، مدة الحصص. صلي على رسول الله. بعد ما انتشر التيك توك والريلز والشورتس على اليوتيوب، صاروا الطلاب متعودين دائما يقلب هيك على السريع، فصار يزهق من أي فيديو بشوفه ضمن التلفون أو اللابتوب طويل. تمام. فما بالك أنا آجي أنزل لك حصة مدتها ساعة ونص، احتمال تزهق. في طلاب إلهم جهد، هسه حاعطيهم حل، ولكن احتمال كبير إنك تزهق. هاي على أمانة، أنا بدي مصلحتك. طيب أستاذ، الحل شوف، صلي على النبي. أولا بالأسبوع لازم يكون عندك رياضيات، حصص من 3 إلى 4 ساعات. جميل جدا أستاذ، متفقين. حقسم لك إياهم، اسمعني، حقسم لك إياهم ل4 حصص، كل واحدة منهم مدتها من 45 دقيقة لساعة كاملة. جميل جدا. كل واحدة من ال4 حصص راح يكون مدتها من 45 لساعة كاملة، يعني حرفيا من 3 ل4 ساعات مدة ال4 حصص. أستاذ أنا بدي أحضر حصة ساعة ونص لساعتين، عندي جهد، وهذا اللي أنا بفضله طبعا. أنا عندي جهد أحضر حصة من ساعة ونص لساعتين، عادي أمسك حصتين وأدمجهم مع بعض بيوم واحد. بقول لك أيوة، هيك أنت عيني، وهيك أنا اتقيت ربنا ورضيت كل الأطراف. بتحب تحضر حصة كل 4 مرات بالأسبوع مثلا، أو بتحب تحضر حصتين بالأسبوع اللي بتحبه، المهم تنهي ال4 حصص اللي بنزل لك إياهم كل أسبوع. طب أستاذ كيف أنهيهم؟ ممنوع أنهيهم بنفس اليوم، وممنوع أنهيهم ورا بعض. لازم مثلا ممكن أخذ حصة يوم أحد، هيك بعطيك مثال، أنا 2، تمام، وبعدين أعمل شيفت عن الثلاثاء وأحكي مثلا بدي أربعاء، ومثلا في ناس بتطش الخميس، يلا ماشي يا معلم، وجمعة. شوف، هي 4 حصص. هذا للشخص اللي ايش بده، اللي بده يحضر 4 حصص مدة الحصة الواحدة 45 لساعة. طب اللي بده من ساعة ونص لساعتين، ممكن تيجي تحكي مثلا أنا بدي والله ثلاثاء وخميس، جمعة وأحد، أي يومين مناسبات إلك. طب أستاذ
عرفنا مدة الحصص، يا انت بتنزل لنا 4 حصص 45 لساعة، تمام، واحنا علينا نختار يا هيك يا هيك، اكثر من هيك حرام. تمام. اللي بعده استاذ، اللي بعده متى مواعيد الحصص بتنزل؟ استاذ بدك تلتزم بهاي المواعيد، واول ما تنزل الحصة تحضرها. انت عيني وعراسي. استاذ هاي المواعيد تاعتك ما بتناسبني، حط مواعيد خاصة فيك بس التزم فيها. لو ما التزمتش هاي البطاقة يا عمي خليها عندك، ما بتلزمناش، ما بتلزمني كطالب إذا ما تابعت نفسي والتزمت بحصص معينة أنا حاطط أوقاتها خلال الأسبوع. الحصص متى بتنزل؟ في حصتين بينزلوا الجمعة وحصتين بينزلوا الاثنين أستاذ. الحصتين اللي بينزلوا الجمعة والحصتين اللي بينزلوا الاثنين حينزلوا الساعة 6 المساء. بكل هذه البساطة راح ينزلوا الساعة 6 المساء. بتحب تحضرهن 100 أهلا وسهلا، ما بتحبش تحضرهن بتحب تقسم أمورك برضو 100 أهلا وسهلا. المهم تكون ملتزم، هذا همي الوحيد بالحياة والله. الالتزام بالبطاقة هو الوحش، غير هيك صدق أو لا تصدق بنصحك صراحة لا تشتري البطاقة، لأني راح أتحمل وزرك وراح أتحاسب يوم القيامة عشان ما حكيت لك. آخر إشي حاب أحكي لك إياه يا وحش الوحوش، كيف بدي أتابعك، إيش أهم إشي أتابعك فيه؟ ببساطة في جروبين، بتحب تدخل واحد بتحب تدخل اثنين as you like زي ما بدك. إما بتدخل جروب الواتساب أو جروب التليجرام. كيف أدخلهم؟ ابعث لي على هذا الرقم 079 513346. هذا الرقم الشخصي عبلاطة. أنا بحب أتعامل مع طلابي إنه عادي، ليش أنا أجي أحط لك رقم ثاني؟ لا، هذا الرقم الشخصي وأنا بتابعك منه 24 ساعة. تمام يا وحش؟ تمام يا أستاذ، شكرا إلك، بارك الله فيك. هيك أنت عرفتنا شو بدنا نعمل طيلة هاي السنة، عرفتنا شو بدنا نسوي طيلة هاي السنة. أمورنا لهلا أستاذ لوز و100%. بس أنت حكيت لي في مفاجأة أستاذ. طيب أستاذ، حكينا عن مفاجأتين، فحقك إنك تعرف شو المفاجأتين. المفاجأة الأولى هي المفاجأة اللي بالنسبة لي اللي راح تفيد أكبر عدد إن شاء الله من الطلاب، وهي يا صديقي العزيز شرح الوحدة الأولى كاملا، وحدة التفاضل للعلمي والصناعي كاملا، حيكون على اليوتيوب. قناة اليوتيوب هلا راح تظهر طبعا. تمام. المفاجأة الثانية إنه راح نعمل سحب على بطاقتين للفصل الأول. طب أستاذ كيف أربح؟ كيف أدخل السحب أصلا عشان أربح البطاقة؟ حقول لك بسيطة، صلي على رسول الله. هسا إحنا حكينا بدنا ننزل شرح على اليوتيوب صح؟ أول حصتين، هي أول حصتين راح تلاحظ خلال هاي الحصة بتظهر صورة هاي البطاقة، راح تظهر لمدة قصيرة. انت اول ما تطلع هاي الصورة على السريع سكرين وبتبعث لي اياها على الواتساب. تمام؟ عشان ايش؟ طبعا مع اسمك، عشان تدخل السحب على احد البطاقات. تمام. بكل هاي البساطة. اذا ايش؟ اول حصتين راح تلاقي فيهم يا وحش الوحوش شو؟ يا سلام عليك، صورة هاي البطاقة. تمام؟ الصورة هاي أول ما تطلع طوالي تروح بتعمل لي سكرين شوت وعلى الواتساب الصورة مع اسمك. تمام يا وحش؟ تمام بإذن واحد أحد. هيك أستاذ تفاصيل السنة كاملة معك، تفاصيل المفاجأتين برضو معك. تنساش فولو لكل الحسابات عشان إن شاء الله لسه هاي أول مفاجآت هيك هاي لسه هيك أعطيناكم مفاجآت قبل وهي مفاجآت لسه الخير لقدام. تابعنا بإذن واحد أحد. الله يعطيك ألف 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 عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منصة الماهر، يحق لك أن ترتقي.